احنا we covered all التوبكس صح؟ احنا خلصنا كل التوبكس كده؟ احنا بنحاول خلصنا في حاجة تانية؟ احنا عندنا موضوع الزواج العرفي في الدستور صفحة 3، وده موضوع ايضا انا كنت شايف ان احنا لابد ان نتناقش فيه. في صفحة 3 الدستور بيتكلم عن يقول بسبب الزواج العرفي الغول الابتسام. الغول طبعا معروف، غول مجلس الشعب عبد الرحيم الغول، وابتسام حبيب دي احدى النائبات المعينات. انت بتدخلي نفسك ليه في مشروع قانون مش بتاعك؟ هو يقصد ان قانون خاص بالمسلمين، فردت عليه عيب كده يا سياده النائب مفيش فرق بين مسلم ومسيحي. ده هو على فكره من المجادلات اللي موجوده في البرلمان المصري، يعني حتى ممنوع ان الناس تخش في هذا الموضوع لانها هنا في تمييز بين مسلم ومسيحي. نيجي للجواز العرفي من خلال الرسائل اللي بتجيلكم من خلال 13 سنة عمل في الحقل الشبابي، هل صحيح أن قضية الزواج العرفي وصلت للمدارس الإعدادي والثانوي؟ ما عنديش إحصائية أتكلم على أساسها، ولكن من المراسلات اللي بتجيلنا في محيطنا فهي ظاهرة. في المحيط اللي احنا حواليه هي ظاهرة. وليه طبيعة الظاهرة شايفاها ازاي؟ أنا شايفة إن الظاهرة مشكلتها يعني أصلها إن احنا ما بنعرفش نربي ولادنا ازاي يتعاملوا مع الجنس الآخر. احنا لو قدرنا ان احنا نربي فيهم ازاي يتعاملوا مع ثقافه الجنس الاخر مش هتبقى فيه المشكله دي خالص، لانها بتدخل الجامعه بتشوف ولاد او بيدخل الجامعه فيشوف بنات، فكل ما لا يعني قد يكون شعر بيه في حياته هيشعر بيه في هذه اللحظه، وتندفع بقى سن المراهقه مع الاشياء الاخرى فهتؤدي في الاخر الى مصيبه. فانا لو انا في وجهه نظري المتواضعه نعلم ولادنا ازاي يتعامل مع الجنس الاخر وما يكشش منه، ما يجيش من الاول من هو صغير ما يكششه من هي ولا هو اللي يكششها من، يعني لازم يبقى فيه نوع من التعامل الطبيعي عشان بعد كده ما يفوجوش ببعض وتبقى فيه ست بتتكلمي عن التعامل الطبيعي. ده في ناس بتصل لمرحله الفصل بين الاولاد والشباب ومنع الاختلاط، دعوات منع الاختلاط مهمه. نشوف افراح هنا سيدات وهنا رجال وقاعتين، والقاعه بتاع السيدات بيحطوا لها شاشه، ويعني يعني المجتمع رايح على عكس اللي انت بتقوليه. لو انا شايفه لو انا ابني محترم وبنتي محترمه، لو قعدت بنتي في وسط 100,000 راجل مش هخاف عليها، لو قعد ابني وسط مليون ست محترمه وغير محترمه مش هخاف عليه. فده كسر في التربيه وكسر في ترسيخ ثقافه ومبادئ. انا في غنى ان انا اتحدث عنه لانها محتاجه حلقات كتيره قوي. اللي مش قادر يربي ما يخلفش. اللي مش قادر يربي ما يخلفش، ده شعار هذه الفقرة. اللي قادر ما يربي ما يخلفش، فما يتعرضش للختان، ما يتعرضش للزواج العرفي، ما يتعرضش للتحرش الجنسي، كلها امراض اجتماعية تناولناها في هذه الحلقة في اطار مهم وضروري جدا. استاذ نهاد صلاح اهلا بيكي، نورتي ومجلتك منورة ان شاء الله، وهي اضافة جديدة لفرشة الصحافة المصرية الغنية بالمعارف والمعلومات الكثيرة. اللقاء المقبل لقاء مهم، حوار من نوع خاص، حوار مع الأستاذ النائب طلعت السادات يجري الثنائي المهم في هذه الليلة، عمرو أديب ومفيد فوزي، وكلاهما قادر على استنطاق طلعت السادات بما نحب أن نسمعه هذه الليلة. أترككم في رعاية الله وأمنه، وتصبحوا على خير.